الخير يا شباب، بكم في قناة النهارده الشباب ازاي فين الرصيف ده؟ لونه ايه؟ ازرق فاضي. استنى دقيقتين بالظبط هنعدي الكارت لونه اصفر في اسود. نركبه؟ تمام. 5 جنيه. هات ربع جبنه تركي. بنجيب ب 5 جنيه تركي. جبنه تركي اللي هي مش رومي يعني. لا تركي 5 جنيه مش جنيه. روحوا علينا بس نجيبوا حاجه وهنروح ومش هنروح. في اعظم بلكونه في اسكندريه. ميمي يا ميمي طب ايه، مش هتجيبه ولا ايه؟ مش هتجيبه؟ خش بسرعه. بالليل ريحة اليود هنا في المكان عالية جدا. تحس ان احنا في فرقة نجا عطلة. يا عمر صورنا عمر البحر. صباح الفل يا جماعه، يوم جديد بمحتوى جديد باحداث جديده. يلا ساعه. النهارده احنا صحينا الساعه 2 الظهر، صحينا من شويه كده، صحينا متاخر جدا طبعا لان ما حدش عمل منبه. امبارح اصلا لما رجعنا من على الشاطئ رجعنا مقتولين، كنا عايزين ننام وبتاع، كنا قعدنا حبه حلوين والدنيا نطرت علينا وبتاع، ما عرفش برضه اصور عشان المطر وكده والكاميرا، مش عارف هنشوف لسه هنعمل ايه. خليكم معانا، اول واحد لسه صح حالا يعني من شويه صغيرين، هيقوم كده نشطب برضه كده وبتاع ونظبط وايه هنعمل ايه باذن الله. عايزين نفطر، عايزين نعمل حاجات كتير. والله ظبط. طيب اخيرا فوقنا كده ونزلنا الشارع بعد تفكير كتير. شباب اجمعت انها تنزل تجيب شويه حاجات بقى، نازل بقى مصيف مع شباب يعني. هتوقع اكل من هنا لبكره، ممكن ما تاكلوش اساسا. نزلوا جابوا انتومي واللي جاب مولتو وشيبسي، شويه حاجات حلوه كده. بس انا احتمال انا وعلي رايحين نجيب فطير من فرن فينو، طلبت معانا بفطير فاهم عادي يعني. هنشوف كده ايه الدنيا. تفطر كورن فليكس. كورن فليكس فكره بقى والله العظيم. بجد والله شويه لبن بتاع. عباره عن كبده الفلاح. حاجة. جبت 3 مرات هنا ونفسي اكله قوي بصراحه كبده الفلاح، بس ما بتاكلوش. بس ما باكلوش بقى بتسوح. انت بقى تحل اللوز ولا يعني انا مش همشي هنا لما اكل كبده الفلاح. طبعا على خيرة الله. I don't think about it. قد وصلنا الفرنة. بقول لك ايه، هات على 15. لا انت عسل. لا نفس اليوم بس بالليل. انا ما صورناش حاجه خالص لان قعدنا كلنا الفطير وبتاع وكده، مفيش حاجه اتعملت. الشباب قعدت شويه، اللي قعد مثلا مريح شويه بتاع كده. بس حاليا الساعه كام؟ الساعه الان الساعه 8 حاليا الساعه 8 تمام. بس احنا قررنا بقى نتحرك نشوف هنتغدى ايه ولا هناكل ايه ولا هنعمل ايه في حياتنا ودنيتنا. فنازلين اهو، احتمال نروح كبده الفلاح. جوز عايز يروح الفلاح جدا، فتقريبا ممكن نروح كبده الفلاح. خلاص هو ده يعتبر اخر وقت في السفريه، ان احنا ماشيين بكره الصبح نتبسط. عايزين ننزل دلوقتي نتبسط عشان خلاص بنودع اسكندريه وشاطئ اسكندريه. وانتوا ايه رايكم شباب في النيو لوك كده؟ شباب ايه رايكم في النيو لوك بتاع الشيخ العرب؟ دوس ابوه يعني ولا ايه؟ ده الشيخ مين ولا؟ انا مش جاي مني على كربسه في العربيه وبعدين هنروح بيها فين؟ بس احنا نازلين نتمشى الصراحه. انا اول مره اجي المكان ده. انت جيته قبل كده؟ لا بس جامد. ده اهلا بحضراتكم. لا تستمتعوا على الفيديو بإذن الله. عارف الحتة دي؟ ولايك الفيديو وشير، ما تنسوش ويفعلوا زر الجرس. بقول لك ايه، انا شميت ريحه الكبده. ايوه شم ريحه التوم. لقد وصلنا يا جماعه، لقد وصلنا الى الفلاح. بس ده الاوريجينال ولا ايه؟ يا جماعه وصلنا كبده الفلاح الاوريجينال بتاع اسكندريه تمام. ده كده
ده كده يعتبر كبده الفلاح الاوريجينال الاصلي. شوف النهارده بقى هنتشيك الخامات ان شاء الله. وانا عايز اقول ان المكان زحمه جدا، يعني هو اصلا في شارع داخلي كده في حته جامده مش عارف هي فين، بس هو حاليا زحمه قوي. الساعه دلوقتي كام؟ والله ما ادري. شوف الساعه كام. الساعة 8:30. يعني حاليا الساعه 8:30 زحمه اخر حاجه. فعلامه جوده عمر وصلت الفلاح الاصلي. This is the original one you're talking about, nigga, because his picture with ريام محروس. ريام سعيد. ريام سعيد. اهو يا ادينا صوره. اللي معلي ريفيو عن الاكل. الصراحه الكبده تحفه الصراحه، من احلى الاكلات اللي كلتها في حياتي. مش جربتها قبل كده، اول مره اجربها. جامده جدا. ده حق الناس يستضيفوا المحل ده، يعني العالميين وبتاع، عجبني الفكره. حاجه ناجحه زي كده لازم ان الضوء يتسلط عليها، عشان دي حاجه كويسه بجد. طعم نفسه بتاع الكبده مختلف كبده عن ماسكه كبده كتير جدا، بس دي تحفه. كبده الفلاح بس فلاح. نص ليمونه. فلاح يعني. يا جماعة المحل ده عالمي، لا ده مش كده. امبارح كنا دافعين 1200 جنيه تقريبا فاكله مش بلاش ارقام بقى. اكله التجربه النهارده كانت فريده من نوعها. تاني مره ليا في حياتي اكل من كبده الفلاح. ان شاء الله الجايات كتير. وحاليا احنا هنشوف لسه هنعمل ايه. احتمال نروح نحلي محل عند ايس كريم عزه كرييتيف. يلا يا بخ مش قادر والله. اساسا. عايزين نتابعه واحنا ننزل نجيب. عايزين طب ايه مش هتجيبه ولا ايه؟ مش هتجيبه؟ هنجيب بس لسه اي البطه دي شويه بس. خش بسرعه يا اسطى ما الجو حلو يا ابني. مش هقضي عشان علي ما هيركب. علي ما هيركب ورا اصلا. بيقول لك بس ايه، الميه خير واحنا جايين في اوقات خير، معناه ان احنا ايه قاعدين قاعده. يا رب قاعدين قاعده ايه خير. كاميرا دعوتين لليوتيوب بمناسبه المطر. ايه ده؟ يا رب السنه دي كفايه السنه دي كمان 10 ايام 100,000 مشترك. نعمل 100,000. لا 100,000 كتير قوي. نعمل 1000 مشترك. حلو. بفكر لسه العقل. سنه من دلوقتي. دي عباره عن ايه؟ عباره عن بطاطا عليها ايس كريم وصوص لوتس. حلو جامده. حلو. تجيبها تاني يعني؟ اه يا جماعه راوند طول بحر. تحس ان احنا في فرقه ناجي عطا الله. بس الدنيا كانت بتنطر والارض كلها مبلوله اهو. الجو هنا في الحته دي الهواء جامد احلى بكتير قوي، والموج عالي قوي. ايه ده غرقنا ده ولا ايه؟ مود في جي تي ايه؟ مود ايه يا عم؟ موت اقسم بالله. يا لهوي شكله عظيم قوي سبحان الله يا اخي. بحر مرعب. بحر مرعب بحر مرعب جدا. المواقف اللي زي كده بنضطر بقى ايه نتحجج. ليه؟ الجو ساعة جدا. انا لو مشيت بس بتاع اللي على دماغي دي مش عارف ايه اللي ممكن يحصل. هو جامد يا جماعه. بص سيبوكم من الوضع اللي انا فيه ده ومن التلفيحه اللي على دماغي. بس عايز اقول كلمتين جد والله. بكتشف كل ما بروح مكان طبيعي ان انا بفهم نفسي اكتر. بحس ان انت بتقعد شويه تفكر مع نفسك. دي بقى فراغ لمخك ان هو تتامل. ممكن تكون عند الاجانب اسمها مديتيشن. بقى انت مع نفسك بجد. يعني اي حاجه انت عايز تسرح فيها وتتخيلها تلاقي نفسك بتتخيلها حرفيا. ده اللي بيحصل معايا دلوقتي. لما بروح مثلا غابه مثلا او حته فيها جبال او بحر، حته ناتشرال طبيعيه، تلاقي مخك مره واحده خلاص مش اي حاجه ممكن يفكر فيها ان هو يسرح بالخيال بقى. دي مثل الحاجات زي كده. حتى اغلب الكتاب لما بييجوا يكتبوا حاجه على فكره بقى في حته زي كده ان الخيال بيبقى رساله للشباب. تكتب فيلم، تكتب روايه، اكيد يعني ما تفكرش مثلا تروح تقعد مثلا في حته مودرن قوي قبل ما تفكر تقعد في حته من الطبيعه. الخيال فيها اكتر. اخواتي انا حاسس ان ليه جو ساعه قوي. حلو قوي. مديتيشن عالي ها. يا لهوي ميه على اسمه ايه ده قاعده مطوله على البحر ومطره وسقعه وهوا تلج. قررنا نقوم نتمشى شويه. قررنا بقى نقوم نتمشى شويه على كورنيش اسكندريه، بالتحديد قريب من شارع خالد بن الوليد عند كنتاكي كده. بان جيلاتي عزه بس ده مش الاصلي مش عارف، ولكن يعني بنهفن. هو الجو تلج وانا مكلفت نفسي 600 حته بس مش محوق والله. بس عادي يعني مش لاقيين الشباب اختفوا مره واحده. ببص قدامي
مش لاقي حد والله. ما هناك اهو. يا جماعه عمر قرر ياكل بلح البحر. كل يا عم انت هتنجز يا عم. يا ابني يعني ايه؟ رنجة بس حلو، بس ما تعرفوش الحاجات دي ما فيهاش قرف. ايه الكلام؟ مرة زينة يديك. ده انتوا نقطة. يا عم جامد. هات منديل، حد معاه منديل؟ هتجيب لابوك بلح. بعدين طويل الحمد لله واحنا البيت الجو كان تلج لسه احنا قاعدين ازاي وليد تعب طبعا في نص اليوم. حرفيا الجو تحت كان مش هوا، كان عواصف. احنا كنا بنتزق من كتر الهوا. كان بيزق يعني انت ماشي. رحنا كبده الفلاح وقعدنا على البحر ومشينا على الكورنيش ولفينا بالعربيه ورحنا عزه. صح. عملنا اكتيفيتي كتير النهارده، يومين الصراحه حلوين. كانوا حلوين الحمد لله. بس يعتبر كده بينتهوا يعني، لان احنا بس الساعه دلوقتي 2 بالليل. عايزين نتعشى وننام بس يعني بس نوصل لحاجه يعني. احنا كان كل واحد مثلا جاي مثلا ب 500 جنيه او فوق. 500 جنيه او فوق ده فوق ايه يعني، ده في حته ثانيه خالص احنا ما نعرفوش اصلا. ايوه مش هقول له جبت 500 جنيه اتصرفوا في يوم واحد يعني، ما كملوش اليوم الثاني. اليوم الثاني بقى ايه طبعا الرجاله بتشيل بعضيها. بقى كتير قوي بتشيل بعض. احنا اصل دفعنا كتير يا ابني. احنا كنا مندي في اول يوم ب 1200 جنيه، تاني دخلنا المعموره ب 300 جنيه. في الاستراحه بس اللي كانت دخلنا المعموره ب 400 جنيه. اول اسكندريه دفعنا فيها بلاوي سودا. عيال فطروا في استراحه في ايه كانت فين، اونزغان ولا سيرك فطروا فيها ب 600 جنيه ولا 500 جنيه. احنا هنتناقش. طب انا زهقت. بس يا جماعه فاحنا عايزين نتعشى عشاء حلوه كده، نرمي العظم وتدفينا. هنصور لكم الكلام ده عشان نروح طريق سفر. وهنصور الكلام ده لو ان شاء الله حصل. بس بصوا دلوقتي بخ عايز يعمل لنا اكل جوتزا تحت جزء في الكومنتات. ايه رايك يا وليد في اليومين؟ لا والله رضا والله. بس انا دايما في اخر السفريه كده يعني، اول خلاص بقى ما نص الوقت يعدي ببتدي افكر هروح امتى. وانا كل مره في كل سفريه كده. بس هو الصراحه احنا اتبسطنا، ما كانش حد مستعجل اللي هو يروح، وكنا عايزين نقعد تاني. بس اللقطه في الفلوس، انا صرفت في اول يوم 500 جنيه. انت صرفت برضو كام؟ برضه زيهم تقريبا 500 600. لا انا جاي كله اصلا ب 700. صرفتهم كلهم. 600 ايه صرفتهم كلهم تقريبا يعني. كانوا فلوس خلصت اول يوم فاهم. بس هو اول يوم ونص يعني ونص اليوم النهارده وباقي بقى ايه يعني. نشوفكم في تجربه جديده. مفاجاه، في مفاجاه بعد شهرين هنسافر بره البلد، بس مش هقول البلد، فانتوا قولوا في الكومنتات تحت البلد اللي احنا هنسافرها. هنهج. السلام عليكم. او حضرتك بس مش عارف حضرتك بس النهارده بقى يا جماعه جبنا صينيه 750 جنيه. الصينيه عباره عن ايه؟ نص طرب، نص كفته، فرخه مندي، فرخه مشويه، كيلو جمبار، مرق مرق دبس، دبوس ولا كنت كندوز بتاع كده.